واحد الكيلو ونصف ديال البسباس. كيف ما كتشوفوا الاخت مريم راه هي حفظت الدرس. كيف ما دوزناه مالح دابا غادي ندوزوه حلو. غادي يطيب مع المربى ديال الليمون كيف ما كتشوفوا. كتحيد هذاك الغشاء هذا وكنحتفظوا به. ايوا شكرا تبارك الله. تي عندي قد مريم تبارك الله من نبيهات ديال المتلقيات. تبارك الله وصل النبي عليك. وهذا كنقطعوه الى قطع صغيره وغادي يطيب في المربى تاع الكونفيتور. المربى تاع الكونفيتور عفوا في المربى ديال الليمون. ونتلاقاو السيدات الفاضله. ماشي مشكل. لك باغا الليمون. الاخت لا خديجه راه هي قطعات والاخوات كلهم قطعوا البسباس كيف ما كو. ودابا الاخت بعد ما حركت في هذيك هذا وغادي يطيب على نار مهيله اولا تعملوه في بابي كويسون تدخلوه الفران مع الزبيب. راه ما كيكملش واحد 10 دقائق وها هو واجد. يلا حركي تا يخرج عاد نعملوا ليه الليمون المعسل. صافي ونعملوه. وحنا باش ما غاديش نتعطلوا غادي نعمل. وهاد البسباس نخلطوه بهذيك القرعه الصغيره ديال المربى بالكامل ونغطيوه مزيان بورق الطهي ثم الفرن 10 دقائق 160 درجه. بارك الله عليك لا خديجه. رجعنا لكم بعد ما عملنا اوريهم الاخت مريم. نزلها في البسينه كيف ما كتشوفوا غير صاب بالكونفيتير وما كيتعداش واحد 10 دقائق وها هو واجد. سيري غسليها هذيك. وعندنا في المقادير تقريبا واحد 50 غرام ديال سكينجبير المعسل مقطع رقيق كيف ما كتشوفوا. وعندنا واحد 250 غرام ديال الليمون المعسل مقطع رقيق كيف ما كتشوفوا. وغادي نخلطو نخلطو مزيان كيف ما كتشوفوا. راه كيجي اكثر من هائل. وجدوا ايتها المتلقيات باش تقولوا لنا الراي ديالكم في حق هاد سلاد شورت. بس حلو اللي طيب بالليمون بالكونفيتير ديال الليمون كيف ما كتشوفوا. زيناه بالميغ واصابع الليمون كيف ما كتشوفوا وبالصحه والراحه. دابا ندوزو المرحله المواليه تاع الدنجال اللي غادي خصنا واحد 2 كيلو كيف ما كتشوفوا. هو حجم كبير يكون عنده داك الشابو يكون خضيضر. وغادي ناخذ دنجاله كيف ما بدات الاخت سناء. دونك غادي نقطعوا على شكل ان تريونغل. فوالا ان تريونغل. وغادي نبقاو نخويو الداخل ديالو. هي دابا بدات كل وحده كل سيده خدات دنجاله. انا غادي نبدا نخوي هنايا. غادي كمليه. ها باش توريه ليهم. تحيدوا هذيك البابه ديالته كامله نهائيا ونعملوها في بابي كويسون ندخلوها الفران تشوى. فوالا تقريبا خوينا بالطريقه هذه كيف ما كتشوفوا السيدات الفضيلات. انا مازال غادي نكمل هنايا. تخويوها نهائيا وندهنوها بشويه الحامض باش ما باش ما نزيدوا الحامض باش ما يكحلش. فوالا بارفي. نمشيو معاه بشويه بشويه. ودائما نحيدوا ليه القاعده. وريهم القاعده اللي قطعناها كيف ما هذه. قطعناها باش الا جينا باش توقف. باش في هذا سميتو نمشيو مرحله بمرحله ونتلاقاو السيدات الفضيلات بعد ما خدينا هاد
الدبابه ديالته كيف ما كتشوفوا اللي هي هذه، وغادي نغطيوها بالبابي كويسون وندخلوها الفران. الفضيلات رجعنا لكم. تبارك الله على لاله خديجه اللي وجدت لو بلون دو طرافاي ديالها وقادت المقادير اللي عندنا. عندنا الدنجال مشوي في الفران اللي بقى اللي زولناه من هذاك اللي زولنا له القشره ديالو قطعناه وحطيناه وحتى تشوى مزيان. وعندنا 200 غرام ديال الجبن. صوبتك. عندنا 200 غرام ديال الجبن طري، وعندنا شريحه غبره 125 غرام، وعندنا القرقاع مهرمش تقريبا 50 غرام. 50 غرام، وعندنا واحد المونك حبه مقطعه مربعات. وهذا الشيء كامل غادي نزديوه مع بعضياتهم ان شاء الله ونضيفوه على الدنجال. بسم الله. داير الاخت خديجه. ندير القرقاع. المونك سيري باش ما بديتي. سيري الشريحه. نزيدو المونك، وغادي نجيبو لاصوص تيرياكي. نزيدو الجبن تقريبا هذيك 200 غرام ديال الجبن، يكون نوع جيد. ونخلطو. غادي نخلطو ان شاء الله. خلطي عاد نضيفو لاصوص تيرياكي. تنخلطو ان شاء الله. عاد نزيدو لاصوص تيرياكي. واللي ما عندوش صوص تيرياكي يقدر يعمل غير العسل. يلا ونتلاقاو السيدات الفاضلات بما جات الاخت جابت ليها التيرياكي، ونتلاقاو في المرحله المواليه. ودابا الاخت غادي تضيف ليها الصوص تيرياكي. ودابا يا بعد ما ضافت شويه ديال التيرياكي ضيفي المقادير الاخرى. بسم الله. نزيدو شويه ديال الملحه. شوي صافي، غير شويه. وشويه ديال الثومه غبره، شويه صافي. وشويه ديال السودانيه صافي. هكا باش يجي سكري صالي. غادي نخلطو. وخلطي مزيان الخديجه. الشكل. ونتلاقاو في الدريسه السيدات الفاضلات. وهذا هو الشكل ديال الدنجال بعد ما زيناه بالفرامبواز كيف ما كتشوفوا السيدات الفاضلات. السلام عليكم السيدات الفاضلات. وعليكم السلام المتلقيات. عندنا هاد المعسلات تاع الجبن والليمون معسل، قرقاع والشريحه تقدميها والجبن. عندنا اليوم ان شاء الله معسلات فرد فينو. فيها كيلو ديال الجبن، وربع ديال هذا الشريحه مطحونه، 200 غرام ديال القرقاع مهرمش، وعندنا هنايا 500 غرام ديال قشور الليمون معسلين مقطعين. اول حاجه غادي نعملوا هذاك الجبن. نضيفوا عليه الشريحه. ودابا الاخت راديه راه عملت الجبن في البسينه، وغادي تضيف ليه هذاك القشور هذاك الليمون المعسل، وغادي تخلط غير بالمهل الجهد اللي ما يجراش لينا هذاك تخدموا غير بالمهل. ونتلاقاو في المرحله المواليه سيدات الفاضلات. السيدات الفاضلات حنا رجعنا لكم مع الاخت حسنه اللي خدت ورقه وقسمتها على وثناتها على جوج ورقه ديال فيلو، وعملت فيلو بوغ ديالها هذاك الجبن اللي بالمعسل ديال الليمون
ودابا غادي تلوي اللويه الاولى كيف ما شفتي، نلويها حتى تغطيها باش يبقى لينا هذاك الجبن ابيض. لوي عاوتاني وزيري غير بالمهل. دابا رشي هذاك الخليط ديال ما كتشوفوا الخليط ديال الشريحه اليابسه مع الكركاع. تبارك الله. صافي دابا يا كملي اللويان وزيري لوي وزيري حتى الاخر. بلاتي عملي النقاط بالعجين بالدقيق وكولي. قربي النقاط لبعضياتها، قربي مزيان. عاونيها خديجه، عملي هي من الوسط حيت من عيد فوالا. عملي خط و باش صافي روليها نو عندي لان حيت الاخرى ما ملصقاش. رجعيها فوالا باش تلصق حيت متنيه على جوج. فهمتي دابا؟ تبارك الله عليك مريم. صافي باش حنا منين نبغيو نقطعو غتبداي تقطعي تقريبا واحد 5 سنتيم 5 حيدي لهداك لو بور شي شويه. زيدي دخلي واحد دخلي صافي حيدي هذاك فوالا حيت ما كيكونش هكا باش حنا نوريوه. فوالا وما تبريسياش بصبعك مزيان باش تاخذ الفورم ديال السيلان. طلعي صافي. يلا فيسا خايفه منها. يلا سير عطي البنات باش كنمروها باش نمشي عند الاخت خديجه تمررها الكنافه من تحت. كيف ما كتشوفوا كنزلوها مع الكنافه في الطاوه ثم نسقوها بالزبده ثم الفرن حتى تحمر. ما تكملش واحد 10 دقائق 160 درجه ونتلاقاو في التقديم. وهذا هو الطبق الاخير ديال الفيلو كما كتشوفوا بعد ما عملنا ليه العسل وزينا بالبيستاش.